صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا سيدي. بعد اذن حضرتك ما ردتش عليا بالنسبه لخطه البحث بتاعتي، حضرتك قريتها ولا لا؟ دي رابع مره اقدمها. خطه ايه وبحث ايه؟ البحث بتاعي يا فندم السلوك الذهني للحيوان وتاثيره على عمره. يا ابني سلوك ايه وذهن ايه؟ ثانيه واحده يا حبيبتي، هكلمك بعدين. السلوك الذهني يا فندم للحيوان وتاثيره على عمر الحيوان يعني. يا ابني الاعمار بيد الله. ما حدش يعترض يا فندم، انا عارف ان انا بتكلم على البحث. الحاجات دي ما تتعملش هنا، انت في مصر يا حبيبي. فين؟ ثاني يعني ايه في مصر؟ يا فندم. الحاجات دي بتتعمل بره. يعني يا دكتور هو انا ذنبي ان انا بفكر في حاجه مختلفه؟ ايوه ذنبك يا سيدي. يا ابني فكر في حاجه تخدم بيها المجتمع بتاعك. اعمل بحث عن العلف، عن التسمين، الفراخ البيضاء. فكر في حدود مجتمعك، اللي يخرج عن النظام ده يتجنن. يعني خلاص يا دكتور مفيش امل اخد الماجستير؟ بالطريقه دي مش هتاخد حاجه ابدا في البلد دي. يعني اخدها من قصرها واطفش؟ اطفش. بلاها الماجستير. ايوه وبلاها التعليم من اساسه. انا كان ايه اللي قعدني؟ ما كنت اتخرجت وغرت سافرت.